ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه باذن الله. وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. جيت لكم بقى فيديو جديد وروتين جديد من بيت اميره، ان شاء الله يعجبكم. لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي انزلي تحت دوسي اشتراك، فعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. متنسيش تعملي لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. النهارده بقى هقول لكم على وصفه كده سحريه. تغسلي السجاد كده تخليه زي الفل، من غير تعب وفي ثواني ومن غير مجهود. وكملوا الفيديو للاخر وان شاء الله الطريقه هتعجبكم. اول حاجه بقى كده جبت طبق غويط ونزلت فيه كده باتنين غطا من كلوريكس الالوان. وهي كمان هنزل باتنين غطا واحد من الكلور الابيض. وهنزل بحوالي كده اتنين غطا من صابون المواعين. وبعدين هزودهم ميه. وهحط شويه كده من المعطر بتاع الجو العادي. هحط شويه كده في الخلطه دي، وهنقلبهم بقى كده كويس. ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا كلنا بنكسل جدا عن غسيل السجاد، بتبقى بهدله وميه، الدنيا بتغرق ميه وبيقعد كام يوم ينشف، وبصراحه وجع دماغ. هقول لك اغسليه بقى انت بالطريقه دي وهتدعي لي. اهم حاجه اول حاجه يبقى عندك الفرشه دي. دي فرشه غسيل السجاد مخصصه للسجاد، بتبقى ناشفه شويه كده. هنجيب بقى الخلطه اللي قلت لكم عليها ونحط فيها الفرشه وننزل بقى كده دعك في السجاد. اهم حاجه طبعا، اهم حاجه بقى تطلعي كل طاقتك كده في السجاده، عشان تنضف كده تبقى زي الفل. انتوا شايفينها دلوقتي عامله ازاي، وهتشوفوها بعد ما تخلص هتبقى بجد زي الفل. ولا ريحتها بقى مش قادره اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي من شويه المعطر اللي انا حطيتهم. جربوا الطريقه دي وهتدعوا لي. في ثواني هتغسلي سجاد الشقه كله، مش هتحسي بتعب ولا باي حاجه، وهتفرحي كده بالسجاد وهو نضيف وبيلمع قدامك من غير تعب. جربي بس طريقتي وان شاء الله انا واثقه انك هتدعي لي. مسكت بقى كده السجاد. او نسيت اقول لكم ان قبل ما ابدا في غسل السجاد انا شغلت المكنسه بالكهرباء، وشفطت كده كل التراب الاول اللي في السجاده. يعني شلت كل التراب اللي في السجاده قبل ما ابدا في الغسيل، عشان التراب ما يمسكش فيها اكتر يعني. فمسكت المكنسه بالكهرباء الاول، شفطت السجاده كويس قوي من التراب. شفطت كل التراب اللي فيها، وبعدين بدات بقى بالغسيل بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. جيت الحته البيضاء اللي على الحرف دي كانت متبهدله قوي الصراحه، وقلت بقى اجيب الفرشه العاديه بتاعت السجاد واعمل الحته الفاتحه دي عشان تنضف اكتر يعني، واحسن ابقى متملكه فيها اكتر. فلو انت السجاد بتاعك فاتح قوي، تعالي على الحته الفاتحه كده وقتي فرشه السجاد، وانزلي بقى كده فيها دعك، هتبقى زي الفل. واكنك والله غسلاه. بصي اكنك غسلاه بالطريقه العاديه اللي احنا بنغسل بيها السجاد، بس دي طبعا يعني اوفر في المجهود وفي حاجات كتير. وبس كده كنت خلاص خلصتها. هسيبها بقى تتهوى. يعني انا كده كنت بدأت في سجادة تانية. لا هي انا كنت هنا كنت بلمها. سبتها كده بتاع ساعتين ثلاثه كده تتهوى. وممكن تطلعيه في البلكونه، بس انا عشان كنت غسلاه بالليل فما فيش شمس، وما طلعتوش البلكونه الصراحه. سبته يتهوى في مكانه زي ما هو. يعني اسيبه كده ساعتين يتهوى كده، وبرده ينشف شويه من مطرح الخلط اللي احنا عاملينه. وبعد كده هبدا ابرمه والمه واركنه على جنب بقى عادي. وهكمل بقيه السجاد كله بنفس الطريقه. انا كده كنت عملت السجاده اللي كانت في الريسبشن، ودي تاني سجاده في الريسبشن. وهكمل كل السجاد بنفس الطريقه. برضو شفطتها الاول بالمكنسه بالكهرباء، وبعدين بقى هبدا كده اغسلها بالفرشه اهو زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه. الفرشه دي حلوه قوي، هي بس عيبها الوحيد ان هي ناشفه، فمحتاجه تبقى قويه شويه عليها لان هي ناشفه جدا. هي اصلا في ناس بتستخدمها لغسيل السجاد، وفي ناس بتستخدمها للارضيات للسيراميك وكده. بس لو استخدمتيها في غسيل السجاد ما ينفعش تستخدميها للارض خالص. فانا جايباها مخصصه يعني للسجاد. بس مره على مره، لما تغسلي بيها مره على مره هتلاقيها بدات تطرى شويه معاكي كده وتبقى خفيفه في ايديكي كده. جيت دخلت على السجاده الكبيره خالص بتاعه الريسبشن، اكبر واحده. برضو مسكتها بالمفروسه بالكهرباء، هي زي ما قلت لكم بحب اشفط التراب اللي فيها كله الاول، عشان مطرح الخلطه دي اللي انا عاملاها ممكن التراب يلزق فيها وما تعرفيش تطلعيه. اهو بدات بقى كده فيها. انا برضو مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا بوريكم كده لقطات بس سريعه، وبوريكم السجاد بقى عامل ازاي. والله بقى زي الفل يا جماعه، اكني غسلاه بالطريقه العاديه. وما خدش مني وقت، يعني في اقل من ساعه كنت خلصت سجاد الشقه كلها. ما خدش مني وقت ولا اي حاجه، ولميته كله. انا طبعا هلم سجاد الشقه كله. انا عملت كل السجاد بنفس الطريقه، بس انا جبت معاكم السجاد بتاع جبت معاكم السجاد بتاع الريسبشن والسجاد بتاع الطرق، عشان دول كانوا اكتر حاجه متبهدلين. بقيه السجاد كله انا عملته. برضو في حاجات لميتها وشلتها في البلكونه الحافظه، يعني عشان مش هينفع اعملها بالطريقه دي. هغسلها بقى عادي بميه وكده. زي ما انتم شايفين دي سجاده الطرقه برضو متبهدله قوي، هتبقى زي الفل.
يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو انت بقى اول مره بتشوفيني، اتمنى تنوريني باشتراكك وتفعلي الجرس عشان تتابعيني وتشوفي كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، واكتبي لي لايك وكومنت حلو زي ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ومع السلامه حبايب قلبي، في حفظ الله.